الساندوتش ده ما بيفكركمش بحاجة، والصوص الخطير ده مش بيفكركم بحاجة؟ طب وده مش بيفكركم بحاجة؟ واخيرا يا جماعه مطعم الساخن الاردني فتح في مصر في مدينه نصر بعد نجاحه ب9 فروع في الاردن وفرع في اسكندريه. فكل عشاق الاكل الاردني على اصوله لازم تجربوا مطعم الساخن، معروف بنظافته وجودته العاليه، ده غير انه مهتم بطعم الاكل وتتبيلته قوي. اول حاجه جربتها كانت نص فرخه تندوري معموله بتتبيله هنديه خطيره كده، والفراخ كانت دايبه حرفيا مع التوميه، نازل معاها كمان دقوس بقى مع رز بالخلطه كده جبار. وتاني حاجه طلبتها من مطعم الساخن الدجاج البروست، وهم مشهورين بيها جدا، فظيعه فظيعه فظيعه. ندخل بقى على الكينج في مطعم الساخن، المنسف الاردني على اصول. فاي حد نفسه ياكل منسف اردني على اصله مش لاقي مطعم كويس لازم تروح مطعم الساخن، هتستمتعوا بيه جدا وفي نفس الوقت الاسعار تحفه. كمان طلبت طبق مشويات مشكل من مطعم الساخن، بيكون ميكس ما بين الكباب والكفته وشيش طاووق، بينزل معاه رز بسمتي بالخلطه. وعملت كمان ساندوتش الكفته اللي بحبه بعيش الصاج، وحطيت بصل وسماق. لازم يا جماعه بجد تجربوا الساندوتش ده. بعد كده ندخل بقى على المسخن، مسخن فلسطيني بالسماق الاردني الاصلي، ده حقيقي كان من احلى المسخن اللي انا اكلته في حياتي. واخر حاجه ختمت بيها كانت المقلوبه الفلسطينيه من مطعم الساخن. الافتتاح الكبير لمطعم الساخن هيكون يوم 26/9، وفي كارت خصم هيتوزع على اول 200 شخص، هتاخدوا بيه خصم 50% لمده شهر. يلا بسرعه ما تفوتوش الفرصه دي وجربوا مطعم الساخن.